الكنافه زي ما احنا شايفين يا جماعه، شايفين عشان كانت طريه ضربتها في الكبه اهي طريه. او على فكره من الفريزر برضو بتتخرط بالسكينه في ثانيه. هنحط عليها طبعا انا طحنه سكر بودره في البيت. ماشي، طريقه الكنافه السريعه. يلا 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 بس كده. ماشي، احنا كده ايه لازم نخليها ناعمه زي ما انتم شايفين كده. الله الله على الكنافه، الله الله بجد يعني من اجمل الاكلات في رمضان. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ هنجيب هنا ايه السمنه اهو. السمنه زي ما انتم شايفين يا جماعه، زبده بلدي، شايفين وشها زبده صفرا على بلدي بقى. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. هنحط بقى كده شويه ونبسسها حلو كده. طبعا لازم نخليها كده يا جماعه تتشرب بقى. بص شايفين كلها شاربه سمنه وسكر بودره، هو ده جمالها. وطبعا تبقى مفرفره بالمنظر ده كده. عندنا حل بقى، يا اما نحطها في الصينيه كده ونخلي الرقه بتاعتها رقيقه ونكبسها جامد ونسويها على عين البوتاجاز، يا اما نحطها ونعملها كده برده ونحطها في الفرن وناخد بالنا منها. ماشي، يا اما انا بقى هوريكم الطريقه اللي انا هعمل بيها دلوقتي. تحفه الطريقه، تحفه. هي كده شاربه اهي منديه ما شاء الله، كله لازم يبقى مندي كده. شايفين تبقى شاربه السمنه كده. هنعمل بقى الطريقه ديت، ودي احلى طريقه انا بحبها. شايفين يا جماعه اهي اسهل ما في الموضوع الطريقه دي. لو احنا هنحشيها احنا بنحبها فاضيه، هنحط شويه نص كده شويه كده ونحفر في النص ونحط الحشوه، وبعدين نحط عليها ايه كده ونطبطب بقى في ثواني، في 5 دقايق، في 5 دقايق اهي. وحطوا جنب بعضها ما تخافيش، مش بتفرد يعني. انا بعملها ايه ساده زي ما قلت لكم. عايزين تحطوا في النص حشوه تحطوا، عايزين تعملوها ساده زي اعملوها. لو هتعملوها بالكريمه بقى لازم تتعمل في الصينيه، في الصينيه او قراطيس وتسيبوها مفرغه عشان تعرفوا تحطوا طبعا يا جماعه بقى زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بنخلص بقى كده ونظبطها ونرصها، بنحط بقى على نسقيها بقى كده. هي اصلا شاربه، وهنحط ده وتحتيها حتى لو استوت وفي سمنه باقيه بنفضيها عادي. الحاجات دي لازم، حلويات ليه بتطخن؟ عشان لازم تشرب سمنه كتير. هي ابوها السمنه. هتعملوها من غير سمنه او سمنه قليله هتلاقوها ملهاش طعم. هنحطها بقى ايه، نولع من تحت ومن فوق 5 دقايق، وبعدين قصدي نولع من تحت، نولع من تحت بس يا جماعه على 180 درجه. تمام. وبعد كده بقى ايه، ساعه ما تبدا جنابها تحمر وتحتها كده نيجي مولعين الشوايه. تعالوا يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن بقى اسرع كنافه واحلى كنافه. والشربات بقى جاهز كده، لازم يكون ساقع وهي سخنه. شايفين الحلاوه دي اهي يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. نسقي بقى براحتنا كده ونسيبها تتشرب فيها كده اهي. شايفين الجمال. صينيه الكنافه بره بكام؟ دي اسرع كنافه واسهل كنافه بقى، وحلوه في سواها وجميله قوي قوي قوي. هناخدها ونروح عند ام خالد دلوقتي. احنا عند، شوفوا تشربها ازاي. بصوا اوريكم حاجه، استنوا ثانيه واحده. شايفين هتشربها، تشربها. هنحط تاني عشان انا عارفه انها هتشرب يعني. اهي يا جماعه تحفه 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 بمعنى كلمه تحفه. مش مشكله اللي زايد بنصفيه تاني وبنسيبه في الحله. الشربات طول الشهر بيبقى موجود عندنا. هناخدها بقى ونطلع نلحق نجري كده عند ام خالد، احنا متاخرين والله، بس طالبين اكل من بره. هناخده بقى ونروح. تعالي بقى مساحه البتاع دي. شايفين؟ هنسيبها فيها بقى تغرق كده، نسيبها تغرق كده. اني اغرق اغرق اغرق. صينيه كنافه لام خالد، جميله جميله جميله. انا خلي بالكم ان الكنافه كانت سخنه قوي، الشربات عشان ساقع متلج خليتها بردت شويه. جميله تحفه.